اوعوا تنسوا ان اللي احنا فيه ده كله كرم من ربنا سبحانه وتعالى. اوعوا تنسوا، ده فضل ربنا علينا. وكل الشكر والحمد ليك يا رب على دعمك وسترك ونصرك وتوفيقك لينا. لازم تعرفوا كده كويس وما تنسوش ده. ودايما الفضل يعود لاصحابه، واصحابه هو ربنا. انا اللي بقول لكم كده، الفضل كله في اي حاجه من اللي احنا عبرناها من اول اكتوبر. ويمكن هي حكايه دلوقتي بتتحكي، لكن كل يوم كان بيعدي على مصر والمصريين في الوقت ده كان صعب قوي. كل يوم، مش كل يوم والله، كل ساعه. وزي ما شفتوا في يعني في العمل اللي اتقدم، قد ايه الناس كانت يعني متلخبطه ومش مصدقه، مش واثقه، ومفيش امل في حاجه خالص. وبالحسابات اللي هي حسابات يعني اللي بتتحسب في الظروف اللي زي كده، يعني كان فعلا الفرص مش كتير للنجاح. وبرضه تاني كانت يد الله سبحانه وتعالى معانا في اللي حصل ده. خلي بالكم، خط الريف ده على خط قناه السويس، لكن كان بين قناه السويس وخط الحدود اكتر من 200 كيلو. خلي بالكم يعني. فلازم تعرفوا ان الموضوع يعني من كتر زحمه الاحداث اللي احنا بنعيشها، يمكن في نقاط كتير جدا وتفاصيل كتير جدا يمكن ما تبقاش يعني واضحه لينا يعني، او مهما اقول لكم واحكي لكم، في فرق بين الحكايه وبين انك تعيشها، انك تحكيها حاجه وانك تعيش تفاصيلها حاجه تانية، والمها ومعاناتها وقسوتها يمكن يعني. فمن اول اكتوبر وقبل كده على مصر، وحتى في 2011 والله 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 ده كان كرم من ربنا انها عدت على البلد دي بخير. انا بحلف. واوعى تفتكروا انها عشان حد كان موجود ساعتها، لا والله، هو اراد انها تعدي.